طيب الوحش برجر عامل منيو سندوتشات جديد جامد جدا، فانا جبت اجمد 4 سندوتشات فيهم ويلا بينا نجربهم. واول واحد فيهم هو الميلانو بوست، وده عباره عن بيف محشي جبنه عليه 7 قطع بيبروني وموتزاريلا ايطالي، وانا عامل له اضافه موتزاريلا ب 30 جنيه. ايه ده؟ اللحمه بتاعت البيف نفسها حاسس ان التتبيله بتاعتها بقت احلى من المره اللي فاتت. تاتش البيبروني حلو، بس هو احلى حاجه في التجربه بالنسبه لي هي صلصه المارينارا دي. فنخش بقى اللي بعده، هو الساندوتش الساور كريم كريسبي. الشكل بتاعه تحفه، هو عباره عن قطعه فراخ فيليه محترمه جدا مع برجر صوص مع طبعا الساور كريم، وبيقول لك ان عليه خس فرنساوي مش اي خس. ايه ده؟ بصوا انا مبدئيا حاسس ان انا باكل من وحش برجر مختلف بجد والله. يعني التتبيله بتاعت الفراخ مختلفه لو تاخدي بالك، فالتتبيله واصله للقلب بشكل حلو، بس صوص السوار كريم اللي على الوش ده يعني مختلف. بص هو دسم قوي حلو جدا، تحس ان انت بتاكل فراخ جديده قوي. اللي بعده وهو سندوتش الجرينوف بيف، وده عباره عن البيف المحشي جبنه عليه 3 اونيون رينجز و7 بيبروني مع صوص الجرينوف. انا عاجبني قوي حته ان هو عدد لك كل حاجه. انا عاجبني المنيو الجديد من الوحش عامه. الساندوتش ده تحس ان هو حرش كده، صوص الجرنوف ده اصلا طعمه جامد مع البيبروني والاونيون رينجز. بص هي تجربه حلوه. واخر ساندوتش معانا هو الهوت هاني كريسبي، ويا جدعان هو غرقان صوص هوت هاني اللي هو يعني بص حتى بينقط في العلبه يا جدعان. وده عباره عن فراخ ما فيهاش اي لعب، هي بس متغرقه في الصوص الهوت هاني ده. ايه ده بجد والله. انا كل ساندوتش هقول ان ده احلى من اللي قبله، بس ده سندوتش حلو قوي 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 قوي. عارفين الشربات اللي بيتحط على بلح الشام؟ اهو ده نفس الطعم بس سبايسي مع تتبيله الفراخ جديد. بص هو منيو جديد ومختلف عامه. يا بخت والله اهل القاهره، لان انا بجيبها لكم من الكنترول. الوحش هيفتح في القاهره قريب يا جدعان، فهيخرب الدنيا حرفيا.